تعال جايب لك شويه فيديوهات هيخلوك ترجع. يلا امسك كيس. الناس بتتعلم من اخطائها وتختشي الا هديف. الفيديو ده تقريبا ممكن يكون وراه هدف عظيم، اللي هو انت ازاي تلبسي حاجه هي عريانه خالص، ازاي تلبسيها وتكون. وانا بقول ايه في ايه في ايه يا اختي، في ايه يا ماما، في ايه؟ ما كفايه بقى. شاربة سلوكس. أنا النت فصل، قلت الحمد لله ان احنا هنخلص، ولكن أنا مرة تعب شنبات حواليا. جوز حضرتك في الليله دي ايه؟ يا شنب مش شنبات ولا ايه نظام؟ هتيجي امتى يا ابو بامبس؟ والله ما انا. تركب شنبات عليا يا اخي. او هو تنفع مطلع اغنيه؟ بس لو حضرتك اتربيتي واتلميتي انت بتهببي ايه وبتقولي إيه؟ ليه كده؟ ليه بتعملي كده وليه بتنزلي كده؟ وولادك فين وجوزك واهلك؟ ممكن تاني هول الاخيره دي. او او اوقات الواحد بيتبطر على النعمه اللي هو فيها. يعني انت المفروض ما عندكش اي سبب على الاطلاق ان انت تزهق او تتضايق انت عايش في مصر. مصر يعني التاريخ، مصر يعني الحضاره، مصر يعني ابو زياد وعمرو بيلا. عارف النيل ده ابو زياد؟ انا اللي نيلته. امم امم طب وايه يعني؟ انت عارف البحر الاحمر؟ انا اللي حمرته. بطاطسيتين بقى. يعني بتخليني دلوقتي لو معايا خنجرين اجيبهم كده وارشق واحده في قلبي وواحده. زهقان صح؟ انا جايب لك اللي هتفكك. بيسألها جوزك شغال ايه؟ هو اصلا دكتور بكرياز، بيدرس. دكتور ايه؟ بكرياز. ايه سوري ما. ايه يا مذيعة مش سامعة؟ ما بتقول لك ايه؟ امم انا اسفه والله ما لا ولا يهمك. والله احنا اللي اسفين بصراحة، يعني احنا اللي اسفين ان بنشوف اشكالكم. كل اللي اعرفه عن العزا ان اللي بيروح يعزا عشان ياخد ثواب وياخد. ببوسي راحة ليه؟ انت رايحة تعملي ايه؟ لا رايحة اللي انا هيتحمرشوا بيكي في وسط بتاع العزا ليه؟ ليه رايحة انت بترقصي؟ يعني ما بترقصي لازم تودي وبتاع ميديا ده ولا بقول لك واجب واجب ايه وزفت؟ انتوا شاربين ملوخية ولا انتوا بتعملوا ايه؟ وبعدين احمد عمل ما كانش بيطلع معاه غوازي وحضرتك غازيه وما طلعتش معاه قبل كده، تعرفوه منين؟ انت رايح عشان تاخد اللقطه وخلاص يا شيخ. يا وليه يا عين. انا شفت فيديو رهيب اقسم بالله. الاستاذ عمرو اديب جايب مشكله كبيره قد كده بقى، مش شايفين ايدي بس هي كبيره تمام، وعمال يشرح للناس غلط. وبضل ده المفروض عرض اخبار بترويج لاخبار كاذبه او نشر اخبار كاذبه او زي ما، بس لو في فعلا حد يحاسبه. عمال يشرح للناس ويفصل للناس حاجات غلط. جايب لهم ظهر البطاقه وبيقول لهم ان الراجل ده متجوز في سنه 2014 عشان مكتوب التاريخ فوق 2015 يبقى كده متجوز. لا هو تاريخ الزواج ما بتكتبش في البطاقه ولا للزوج ولا للزوجه، هو كل اللي بيتكتب اسم الزوج في بطاقه الزوجه بس. اما التاريخ اللي فوق ده يا استاذ عمرو استاذي، التاريخ اللي فوق ده تاريخ اصدار البطاقه، والتاريخ اللي تحت ده تاريخ انتهاء البطاقه. اتمنى ان حضرتك تدرس الكلام اللي انت بتقوله قبل في اعداد للبرنامج. اول مره تشوف البطاقه بص في بطاقتك، شوف تاريخ زواجك مكتوب في البطاقه ولا لا. هتشيلوا الراجل شيله مش بتاعته ليه وعمال تنشروا ومكبرين ليه؟ ما في حاجات اهم، في مقاولين واكلين البلد، في حاجات زفت عاوزين نتكلم فيها، عاوزين ندخل فيها. ليه احنا بندخل في الحاجات تافهه عشان ترند وعشان ريتش وعشان سيبونا انتوا الحاجات دي. يعني بتخليني دلوقتي لو معايا خنجرين اجيبهم كده وارشق واحده في قلبي وواحده. ايه ده يا شيف وزة بتعمل ايه؟ انا بعمل فيديو برضو يا مدام وزه الارض سخنه عمال تتنزحي ليه؟ خبر حبايب قلب الخلا وزوزة. مين؟ قلب الخلا وزوزة. انا مش محتاج اشرح لك مين الخاله ازوزه اللي هي قالتها دي. في ايه يا حاجه؟
غدينا يا اخواتي قبل الشغل. انت باللبس بتاعك ده عرفنا ايه هو الشغل. مش محتاجة حاجة يعني. عندك ريش؟ الرسالة دي لكل راجل عنده شوية ريش ماشي ونفش نفسه بيهم. أحب أقولك أنا هكسر كبريائك. طب ذنبه ايه كبرياء؟ وحنتفك ريشة ريشة على إيدي، ما تخافش. وهخاف من ايه؟ واحنا بنعمل ايه؟ ليه كده؟ وليه حضرتك بتعملي كده؟ ليه؟ يعني بتخليني دلوقتي لو معايا خنجرين اجيبهم كده وارشق واحده في قلبي وواحده. يا جماعه انتوا ليه عملتوا الفيسبوك ان هو موقع ازرق وتنزلوا الحاجات دي عليه؟ وهنا البطله معبطه في ايه؟ في ايه؟ حضن اخوي عادي. انتوا ايه سوء الظن اللي ايه؟ التفاهه خدتكم لدرجه فوق. انتوا باعتين لي الفيديو ده ليه؟ دي بذمتكم دي مشهوره مصريه، البنت بالحجاب وال طب نقول ايه؟ طب نعمل ايه؟ طيب بلبطه في السجن هتبقى 100 هي دي. لو بلبطه في السجن هتولع الدنيا جوه ان شاء الله بالشفا. المحامي الناجح لازم يكون قدوه، وانا ان شاء الله رب العالمين نويت اكون قدوتكم، ان انا اول محامي في مصر هيشجع الناس ان هم يتجوزوا الزوجه التانيه. يا محمد Oh